رشا شربتجي اسم وحده قصة مخرجة عصامية صنعت الفرق بأعمالها حتى تحولت لعلامة فارقة بكل خطواتها. هي صاحبة الرؤية اللي بتشبه الناس وأحاسيسهم، والبارعة بحكاية صورة خارجي بكل تفاصيلها عن المألوف، والغارقة بكل حواسها حتى الأعماق في بحور السهل الممتنع. فهي الاسم التي بات من الذهب مصنوع في كل عمل بتقوم بتوقيعه. رشا الآتية من صلب عبقرية المخرج الراحل هشام شربتجي للبنان، من كل لبنان، من مساحة لبنان ل 10452 كيلومتر مربع، بنقدم لك جائزة بتستحقيها وبتستاهليها، النجمة المخرجة رشا شربتجي. رح أطلب من الجنرال ميشيل نحاس المفتش العام السابق لوزارة الدفاع يتفضل. هي فنانة كبيرة، لكن من خلف الكاميرات رسمت مجدها الخاص بحكايات لم ينسها الناس. خبيرة بصناعة الشخصيات تحولها من حبر إلى لحم ودم. في مصر بنت هرمها الخاص، في لبنان أكملت حكاية الأرز، وفي الخليج كان للكحل العربي نصيبا من رؤيتها. من سوريا أم الدراما جاءت، ومن أبواب دمشق السبعة دخلت، وعن ناسها تحدثت ونجحت. هي ابنة شيخ الكار في الإخراج، وسيدة الحكايات الخالدة، المخرجة السورية رشا هشام شربتجي. قديش حلو الناس تقول له برافو، او تقول له يعطيكوا العافيه، او تقول له انت عملت شغل حلو. قد ما كبرنا وقد ما مرت علينا ايام حلوه وناس قالت لنا حلو برافو، لا بتجي البرافو كل مره احلى من اللي قبلها، وبتصعب الخطوه اللي بعدها. انا بدي اقول انا هلا بفتخر انه انا واقفه ببيروت بهالظرف وبهاللحظه. بفتخر اني عم بتكرم ببيروت، هالمدينة اللي سرقت قلبي بسحرها وبجمالها، هالمدينة اللي دخلت لقلبي وأخدته بكرمها وبتكريمها وباحتضانها إلنا كلنا كعرب وكسوريين. عن جد شكرا بيروت إنك قدرت تلمينا. شكرا مهرجان أفضل بهالظرف الصعب وبهالتحدي. شكرا مازن النوري على كل هالمحبة اللي عم بتقدمها. عم حس انه نحن جايين على البيت اللي عنده من كتر ما عم يهتم فينا وعم يشوف اذا في شيء ناقصنا او بدنا شيء. انا بدي اقدم هالجائزة لكل العاملين من شركة الانتاج والكتاب والنجوم والفنانين والفنيين وكل شخص اشتغل بولاد بديعة، لأنه يمكن ولاد بديعة هو اللي خلاني أخذ هاي الجائزة. فشكرا علي وجيه، شكرا بانتلينز، شكرا النجوم، ما بدي أنسى حدا. شكرا الفنيين، وأكيد بشكر وبقدمها لكل شركة إنتاج عربية وكل مخرج وكل فنان وقف قدام الكاميرا أو وراها بالوطن العربي كله لحتى يقدم شيء للدراما العربية والسينما العربية. شكرا لكل حدا بيحب الدراما العربية والسورية. شكرا.